السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد في قناة أيوب للمعلوميات. فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في هذا الفيديو سنتحدث عن شروط وطريقة التسجيل بمعهد المعادن بمراكش. كيف ما كنشوفوا هذه هي شروط التسجيل. بالنسبة لشروط التسجيل اللي غنخلي لكم رابط ديال الصفحة ديالي ديال الفيسبوك. غتدخلوا ليها غتلقاو شروط التسجيل، يعني هذا هو الإعلان الوزاري ديال المباراة. بالنسبة للإعلان، ينظم معهد المعادي بمراكش بفصل السنة الدراسية 2021-2022 مباراة عن طريق الانتقاء خلال شهر يوليو 2021 لولوج السنة الأولى لتكوين تقنيين متخصصين في الشعبة التالية: الجيولوجيا التطبيقي، المعادن والمقالع، الكيمياء الصناعية، الكهروميكانيكية. ويبلغ عدد المقاعد المعتبر بشأنها 88 مقعد. بالنسبة لمدة التكوين فهي سنتان. بالنسبة للتسجيل غيكون فقط عبر الإنترنت، وآخر أجل للتسجيل هو شهر 7 نهار 15. وبالنسبة للناس اللي غيدفعوا بديبلوم ديال التقني، وهما فقط اللي غيرسلوا الملفات ديالهم عبر البريد. وبالنسبة للشعب اللي كاينين هما الجيولوجيا التطبيقية والمعادن والمقالع والكيمياء الصناعية والكهروميكانيك. بالنسبة لشروط الترشيح، تفتح هذه المباراة في وجه المرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية التالية. بالنسبة للشعب اللي طالبين في العلوم التجريبية: العلوم الفيزيائية والعلوم الحياة والأرض، الكيمياء. بالنسبة للعلوم الرياضية طالبين العلوم والتكنولوجيا والتكنولوجيا الكهربائية وتقنيات الكهرباء والعلوم والتقنيات، والعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والصناعة الميكانيكية. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني أو شهادة معادلة في إحدى التخصصات ذات الصلة بالشعب المتوفرة بالمعهد، وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المخصصة للشعب الألمانية بالترشيح. وكذلك يشترط على المترشحين الحاصلين على البكالوريا السن ديالهم ما يفوتش 30 سنة. بالنسبة للناس اللي غيدفعوا بالباك، هذا هو السيت اللي غادي تسجلوا فيه. ما كنشوفوا هو هذا، وآخر أجل للتسجيل هو 15 يوليو 2021. ورابط التسجيل غنخلي لكم أسفل الفيديو. ويعتبر الترشيح لاغيا إذا تضمن استمارة ترشيح معلومة، يعني أي خطأ في التسجيل يعتبر يعني الترشيح ديالك غادي يتلغى. وبالنسبة للناس اللي غيدفعوا بدبلوم تقني، يعني خاص يدير خاصهم سيرة ذاتية للمترشح CV، وتكون رقم الهاتف بين، ونسخة من الدبلوم التقني أو ما يعادله، أو شهادة النجاح مصادق عليها، ونسخة من بيان النقاط المحصل عليه في سلك التقني أو ما يعادله مصادق عليه. ويرسل الملف بعد النسخ الضوئي للوثائق إلى العنوان الإلكتروني، يعني هادشي كامل غير صيفطوه لهاد العنوان دا اللي دايرين هنايا. وآخر أجل توصل ملفات الترجيح وهو يوم الخميس 8 يوليو 2021. هادشي مختص فقط بالناس اللي غيدفعوا بدبلوم ديال التقني. كيف ما كنشوفوا هذه هي صفحة التسجيل. بالنسبة للناس اللي ديجا مسجلين في السيت، ما عليهم غير يقوموا باستخراج الاستمارة. والناس اللي أول مرة غيتسجلوا غيجيو غيوركوا على نوفيل انسكريبسيون، غيوركوا غتطلع هاد الصفحة دي بالضبط. يعني هنا كيف ما كتشوفوا هاد الصفحة غنعمروها بالمعلومات الشخصية ديالنا. كتجي هنا كدير نوم داكشي اللي ذاته، يعني أي اسم كيف ما كان، يعني باش تولي تدخل تسجل به، يعني الاسم ديالك أي اسم بإمكانك ديرو. وهنا غتجي غدير المود دو باس، وهنا تعاود تكونفيرمي داك الكود اللي درتي. غندوزو للمرحلة التالية، هي هادي. يعني غتجي هنا غتختار واش ذكر ولا أنثى، ماسكيلا ولا فيميناه. وهنا غدير السيري ديال الباك، يعني نوعية الباك اللي عندك، والسيونس تكنولوجي ولا سيونس ماتيماتيك إلى آخره. وغتجي هنايا نديرو حنا مثلا سيونس تكنولوجي، وغتجي هنا غدير تيب دو باك.
يعني إلا اخترتي سياسة وتكنولوجيا غتختار النوعية ديال الباك يعني اللي عندك، وهنايا choisis l'option. وهنا choisis de l'option يعني غادي تختار النوع ديال التخصص اللي بغيتي تقرا في المعهد. كيف ما كتلاحظوا هنا أي تخصص غنورّكوا عليه يعني غيطلعوا لينا يعني الطريقة باش كيقراو والتخصصات يعني اللي كاينين فيه كيف ما كتشوفوا. بعد كدير valider votre choix ومن بعد كدوز هنايا كدير النقطة ديال الريجيونال يعني كيف ما ذاكرين هنا النقطة خاصها تكون 14 وما فوق، وكتجي هنا كدير النقطة ديال الوطني حتى هي 14 وما فوق، وهنايا النقطة ديال المعدل العام ديال الباك يعني كديرو تا هو كذلك 14 وما فوق. ومن بعد كندوزو للمرحلة الأخيرة يعني يعني المخصصة بالطالب، كتجي هنا كدير الاسم العائلي ديالك، وهنا الاسم الشخصي، وهنا تاريخ الازدياد ديالك يعني كدير اليوم والأول والشهر عدد السنة، وهنا رقم مسار ديالك، وهنا غتدير رقم البطاقة الوطنية، وهنايا غتعاود دير كود مسار، وهنا رقم الهاتف، وهنا الإيميل ديال المترشح. وأهم شيء هو ما تزربوش في عملية التسجيل يعني تسجلوا بشوية، لأن أي خطأ في عملية التسجيل يقدر يتسبب برفض ديال الملف ديالك كامل. ومن بعد ملي كتكمل عملية التسجيل كتورّك على validé، وملي غتورّك عليها غتطلع لك ديك الساعة استمارة الترشيح، وغادي تيليشارجيها وغادي تامبريميها. وبالنسبة للناس اللي غيدفعوا بشهادة التقني راه غيدفعوا لهذا الإيميل هذا اللي دايرين لنا، وغنخلي لكم رابط الصفحة ديال الفيسبوك بالنسبة للناس اللي بغاو يشوفوا الإعلان ديال المباراة. إذًا هذه هي طريقة التسجيل بالمعهد المعادن بمراكش. وفي الأخير كنتمنى التوفيق للجميع، والناس اللي تفرجوا في هذا الفيديو ما ينساوش يشتركوا في القناة ويديروا لايك الفيديو وشي كومونتير كيف ما كان لتشجيعنا على الاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.